خلينا سوا دلوقتي نحاول نحط سيناريو نطبق فيه منهجية التفكير التحليلي أو الاناليتيكال ثينكينج، وهنشوف ازاي ان المنهجية دي هتساعدنا ان احنا ناخد القرارات بتاعتنا وبشكل محترف ويثبت قد ايه ان احنا قادة في الاماكن بتاعتنا. تخيل معايا ان انت عندك الماشين دي بيحصل فيها عطل متكرر. في المرحلة الأولى دلوقتي أنت هتبدأ تعمل مرحلة الداتا كولكتنج. أنت هتشوف الباكلوج بتاع الماشين، هتشوف الهيستوري بتاعها، الصيانات اللي حصلت فيها، هترجع للكتالوجات، هتحاول ان انت تجمع اكبر قدر ممكن من البيانات، منها مثلا القطعه اللي بتبوظ دي ايه، اكتر حاجه بتبوظ فيها وخلافه. بتحاول تبص على الحاجات دي كلها كده وتحاول تربطها مع بعض. في المرحله الثانيه انت هتبدا تاخد البيانات الكتيره دي تبدا تعمل لها تحليل. فممكن مثلا تستعمل باريتو اللي هتساعدك انك تقول ايه اكتر المشاكل اللي بتحصل عندي وبتوقف لي الماشين دي. هتاخد العطل ده وهتبدا تحلله اكتر، تفككه اكتر، تحاول تشوف ايه سببه الجذري. ممكن تعمل ده بالفيش بون دايجرام او بالواي واي اناليسيس لحد ما توصل لايه هو السبب الجذري، وتبدا في المرحله دي ان انت تقترح شويه حلول. في المستوى الثالث احنا بنتكلم على مستوى التفكير النقدي. في التفكير النقدي ده انت بتقول طب هو ايه المشكله اللي بتحصل لي، بتاثر عليا ازاي، وايه الامباكت اللي هيحصل لي فيها. هل انا عندي الماشينز الثانيه اللي عندي ممكن يحصل فيها نفس المشكله دي؟ فاللي انت استنتجته في المرحله الثانيه تحاول انك تعممه على باقي الماشينز في المرحله الثالثه، ان انت تبدا تثبت لنفسك وتشوف ازاي ان القاعده اللي انت طلعت بيها دي ممكن تعمم. المرحله اللي بعدها اسمها مرحله البروبلم سولفينج. انت من الخبرات اللي انت اخدتها لحد دلوقتي كده بقى عندك مجموعه من الحلول المقترحه. كل حل هيكلفك حاجه وهيعود عليك بالنفع في حاجه، فانت هتبدا تحلل الامباكت الناتج عن الحلول بتاعتك، تحسب ده بقى بالار او اي، تشوف بقى الانفستمنت بتاعك ايه، عوائدك ايه، ايا كان طرق التحليل اللي انت هتتبعها في الموضوع ده. الخطوه اللي بعدها ان انت تبدا تاخد قرار استراتيجي. ممكن يكون قرارك الاستراتيجي هو تغيير سياسه الصيانه اصلا، تغيير البوليسي بتاعت المؤسسه، تغير الكالتشر بتاعت الفريق بتاعك عشان تمنع ان المشكله دي تتكرر مره تانية تحت اي ظرف من الظروف. انت بتحل المشكله من صميم جذورها. هنا انت اخدت قرار على المستوى الاستراتيجي. لو انت مهندس صيانه او مهندس صفه عامه فانت لازم المستوى بتاعك يكون ما بين 3 و4 على الاقل. انت ما ينفعش تكون بتفكر بمستوى اقل من كده. انت مش بتعمل داتا كولكتنج، انت مش بس بتحاول توصل للسبب الجذري، انت بتحاول ان انت تحل المشاكل على مستوى اكبر. فلازم مستواك يكون ما بين 3 و4، يعني اقول 4. ولو انت راجل قيادي وبدات تاخد مناصب اداريه فلازم تبقى مهارتك في الاناليتيكال ثينكينج 5. انا كده كلمتكم عن اهم الصفات الشخصيه لازم تكون فيك كمهندس صيانه، وكلمتك عن مستوياتها. الصفات دي انا زي ما قلت لكم انا مختارها بناء على السوق كان عايز ايه، الشركات اللي قعدت معاهم، الاتش ار اللي انا اتكلمت معاهم، شات جي بي تي، مديرين الصيانه اللي اتكلمت معاهم. دي اهم الصفات اللي اتكلموا فيها. باقي الفيديوز هبدا اكلمكم عن المهارات الفنيه والمعارف الفنيه لازم تكون عندك، فاستنوا معانا باقي الفيديوهات وتابعونا.